يا جماعة ده أوحش أكل أنا أكلته في حياتي. يموت ايه؟ انت ده كده بقى تقريبا ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعم كنت اطلع اغير جو في البلكونة، اللمبة اتكسرت فوقيا. بشرب قهوة من غير وش عشان الوش باظ مني. انا جايه النهارده اعمل لكم ريفيو على الهيدا نيك. ماشي، اول حاجه هو بدأ امتى وخلص امتى؟ النهارده ليله الوقفه. انا مش عارفه هو المفروض يعني يخلص ولا ايه. عامه انا لسه مخلصتهوش. تقريبا اوحش راوند في اول روتيشن من قبل ما اكمل اخر راوند. انا مش مبسوطه بيه بصراحه. تاني حاجه للاسف انا محدش ساعدني فيه، وانا ما بعرفش اعمل حاجه من غير ما حد يساعدني، فبالتالي انا مش عارفه اعمل فيه ايه. حاسه كل حاجه داخله في بعض، وحاسه ان الراوند ده مش بتاعي. كنت فاكره اني هحبه بس للاسف هو صغير، بس بجد بيحير. تالت حاجه هو غريب. ليه بقى؟ ان هو بيتكلم عن 3 حاجات ملهمش علاقه ببعض في دماغي. هما ليهم علاقه ببعض في الواقع بس هما مش داخلين دماغي مع بعض. يعني حاسه كل حاجه في حته، فانا بالتالي مش عارفه اذاكره. رابع حاجه انا شفت مصادر معينه ودلوقتي انا مش فاهمه حاجه، فعايزه اعيده من الاول. فبالتالي انا كده هضطر ان انا اذاكر في العيد. بس
مش عايزة انسى ان في راوند تاني، وان في امتحان يوم 24، امتحانين يوم 24، فانا ما ينفعش اسرح في ده واسيب الراوندين اسيب الراوند الجاي مع نفسه. انا تايهه خالص بجد، في اسوأ حالاتي الراوند ده اسمه مش مهم، مع ان الجو جميل والدنيا شتت وفي رمضان وفي العشر الاواخر وفي ايام مفترضه. يا جماعه انا عارفه ان الغلطه غلطتي، برضه انا قعدت اتفرج على محاضرات ورا بعض ولسه ما ذاكرتش اي حاجه. خامس حاجه، عندي متلازمه اسمها لازم اغيب اخر كام يوم في الراوند. المفروض ان انا الغياب ده انا اولى بيه وانزل الكليه، علشان الدرجه دي انا اولى بيها، دي درجه مضمونه، بروح انقص كتير قوي في الامتحان، فليه بقى اضيع الدرجه دي وانا ممكن انزل الكليه؟ لا، انا باجي اخر يومين في الراوند، اخر 3 ايام ببقى مش قادره انزل الكليه، مش قادره بصراحه اشوف الدكاتره، ولا قادره ان انا يعني اشوف حتى بابة الكليه كده، بجد بتعب خالص. فعملت ايه؟ غبت طبعا، مع اني عندي اسبوع اجازه من التلات للحد، بس لا انا غبت وقلت عادي فدايا الدرجه ولا نص درجه عادي، يعني والله الموضوع يبان عادي بس انا بجد بنقص كتير قوي، فانا عشان كده ببقى شايفه ان انا اولى درجه الغياب. بس انا عادي مش زعلانه وبقول الحمد لله. هو انا زعلانه بصراحه، بس برضه اقول الحمد لله، يمكن ربنا يعوضنا الراوند الجاي يا جماعه. حازم اوفر الراوند القادم كلها راوند وهنشفت للبطنه، متحمسه مع اني مش بحب البطنه بس متحمسه برضه. جبت كشاف مع اني مش بحب اللون الابيض. المهم يا جماعه الكشاف خلاص مات يعني، بنرجع لمرجوعنا. عايزه اعمل بيرسينج في حواجبي يا جماعه، هموت واعمل بيرسينج في حواجبي، هموت واعمل بيرسينج هنا بجد، نفسي قوي، بس طبعا انا عارفه ان انا مش هعرف دلوقتي. الكثير من القرارات المندفعه يا جماعه، عشان هي دي الحياه. عارفين بقى يا جماعه القرارات اللي زي دي مش بتجيلي غير وانا كده، عشان كده قلتلكوا انا مبحبش ان انا اضرب غطس يا جماعه. بصوا بحس ان الحياه كده، اوقات بقى بعمل كده، انا بقى لما بعمل كده ما بتفرقش، يعني ما بتفرقش بقى انا سواء انا كنت مبسوطه قوي او كنت مكتئبه قوي كده. دي بالنسبه لي هي مشاعر كتير قوي عامله كده جيلي كده، انا بنتهز الوقت اللي انا عامله فيه كده عشان اعمل اي حاجه، يعني طول ما انا عامله كده ما اعرفش اعمل حاجه، عشان المشاعر الكتيره دي بتضغى على حالتي، يعني مش عارفه الناس، حاسه ان يعني محدش هيفهم قوي، لازم المشاعر دي تكون مغطيه عليا عشان اكني ما بكونش في وعي، فبعمل الحاجه دي يعني. بس يا جماعه باي. مش حطها، افرض عوزتها. اصلا ما بيكون عشان ايه ده؟